السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ لكل محب عالم الفلك والابراج والارقام تحيه طيبه من قناه البيت البسيط مع فاطمه محمود. معنا خبر النهارده: 3 ابراج محظوظه ستعيش حلم الثراء وستحقق ثروه خياليه في فبراير، وفلوسهم هتتضاعف ملايين. أول برج، برج الجوزاء، طفرة مالية غير مسبوقة. أحد الأبراج المحظوظة في فبراير 2025 هو برج الجوزاء، الذي سيحقق نقلة نوعية في حياته المالية وفقا لتوقعات بسنت يوسف. سيحصل مواليد الجوزاء على فرصة غير متوقعة لتوسيع دائرة أعمالهم، سواء كان من خلال استثمار مربح أو فرصة عمل جديدة. سيشهد الجوزاء فترة من الاستقرار المالي والنمو السريع. الفرص المنتظرة: سيتمكن مواليد برج الجوزاء من توظيف مهاراتهم في التعامل مع المال والفرص الجديدة، مما يعزز فرصهم في تحقيق أرباح ضخمة. الخطوات المستقبلية: استثمار الأموال في مشروعات جديدة أو الدخول في شراكات قوية ستساعد في زيادة الدخل بشكل ملحوظ. البرج الثاني، برج العذراء، توازن مثالي بين العمل والمال. برج العذراء سيعيش فترة مليئة بالفرص المالية الواعدة في فبراير، وسيحظى مواليد برج العذراء بدعم فلكي يساهم في تعزيز مسيرتهم المهنية وزيادة دخلهم بشكل مفاجئ. سيجدون أن القرارات المالية التي يتخذونها ستكون في الاتجاه الصحيح، مما يساعدهم على مضاعفة أموالهم، وهناك فرص للحصول على دخل إضافي من خلال عمل إضافي أو استثمارات صغيرة تنمو بشكل سريع. البرج الثالث، برج الدلو، ثروة مالية غير متوقعة. برج الدلو سيشهد في فبراير طفرة مالية كبيرة بناء على توقعات بسنت يوسف. سيكون أمام مواليد هذا البرج فرصة لإجراء تغيرات مالية كبيرة، مما سيزيد من دخلهم بشكل غير متوقع. سوف تأتي فرصة كبيرة، سواء كان ذلك من خلال عمل حر أو مشاريع صغيرة أو استثمار ضخم. كما أن برج الدلو قد يحقق أرباحا ضخمة من استثمار طويل الأجل، مما يضعهم في دائرة الضوء المالي. وبكده حبايبي يكون ده الخبر والفيديو بتاعي. مش تنسوني في لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.